السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم هي الرز بالدجاج بصدر الدجاج. بسم الله على بركة الله. نبداو. اول حاجة غادي نقطعوا البصلة كما كتشوفوا هنايا في الفيديو بهذه الطريقة هذه قطع صغار. من بعد غادي نضيفوا 2 ضروسة ديال الثومة كيف كتشوفوا هنايا. من بعد باذن الله غادي نضيفوا الكل في طنجره كيف كتشوفوا او قاميله كيف كنقولوا حنايا، ونديروها فوق البوطه مع شويه زيت باش تشحر، ونمشيو نوجدوا باقي المقادير. نحركوا البصله شويه باش تقلى لينا في هذاك الزيت، ونمشيو نقطعوا الفلفله خضراء بنفس الطريقه باش وجدنا البصله. اللي عنده الالوان اخرى نتاع الفلفل ممكن يضيفهم، مثلا فلفله صفراء وحمراء حسب الذوق اللي عنده ممكن يضيفهم كذلك. من بعد ما قطعنا الفلفل الاخضر بنفس الطريقه نضيفوه كذلك على ذاك البصل اللي وجدنا من قبل. ممكن طبعا كاين اللي يحب يوجد المقادير مره واحده ويديرهم هكا يتقلاو، وانا فضلت هكا يعني ندير كل حاجه بوحدها. دابا غادي نقطعوا الدجاج، صدر الدجاج قطع صغيره كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو بحال هكا، ونضيفوا كذلك نفس الطريقه حتى نكمل جميع المقادير. كيف قلنا قبل البنات بنفس الطريقة كنقطعوا جميع المقادير اللي هي بقات لينا المطيشة. غادي نقطعها حتى هي قطع صغار. كاين اللي ما كيفضلش مطيشة، انا صراحة كتعجبني في هذا الروز هذا. وكنمشيو كنضيفوا الدجاج كتشحر شوية كيولي ابيض، غتشوفوا دابا اللون ديالو غيتحول ابيض. من بعد غادي نضيفوا مطيشة اللي حتى هي قطعناها قطع صغار. من بعد كنضيفو شوي الطوماطيل اللي هي مطيشة نتاع الحك. الذوق حسب كل واحد، انا كنبغي نضيف غير شويه. من بعد توابل، ملح، بزار، توابل طبعا حسب الذوق. انا هكا يعني سكنجبير كندير بزار ملح سكنجبير وخرقوم اللي هو كركم، شويه حميره بابريكا، وكندير شويه الربيع. انا كنفضل فقط المعدنوس. وكنفضل عاود ديما في الطياب ديالي انا كنضيف الاعشاب المنسمه، ممكن ما تضيفوهمش، يعني هادشي كيبقى حسب الذوق. من بعد ما تشحروا لنا جميع المكونات كنضيفوا كاس ماء فقط حسب الكميه ديال الرز اللي غديروا. انا درت شويه، نضيفوا كاس ماء. من بعد كنضيفوا عليه الرز من بعد ما كنا غسلناه طبعا، ونخليوه واحد شويه حتى كينشف هذاك الماء، وهانتوما غتشوفوا معايا النتيجه.
كيف كتشوفوا ما كياخدش بزاف الوقت. هو الروز ديالنا تقريبا طاب ونشف، يعني فقط في كاس ديال الماء. وها هي النتيجة النهائية. نتمنى تعجبكم والسلام عليكم.